محمد فوزي عبد العالي الحو اتولد في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية في 15 أغسطس عام 1918، وهو الابن الواحد والعشرون من أصل 25 ولد وبنت، منهم المطربتين هند علام وهدى سلطان. وهو مطرب وممثل سينما ومنتج أفلام مصري. تخرج من معهد الموسيقى العربية في القاهرة. أسس أول مصنع اسطوانات في الشرق الأوسط. عمل بطولة أكثر من 30 فيلما في السينما، وكان أول فيلم له فيلم سيف الجلاد، ولكن أول بطولة له في فيلم قبلة في لبنان. وهو ملحن السلام الوطني الجزائري الذي ألفه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا. تزوج الفنان محمد فوزي 3 مرات في حياته. تزوج المرة الأولى من السيدة هداية عبد المحسن يوسف عام 1943، وأنجب منها 3 أبناء هم سمير ومنير ونبيل، ثم انفصل عنها عام 1952. ثم تزوج للمرة الثانية في نفس العام الذي انفصل فيه من الفنانة مديحة يسري، وأنجب منها ابنهما عمرو عام 1955 الذي توفي في حادث سير، ثم انفصل عنها عام 1959. ثم كانت الزيجة الثالثة وهي آخر زيجاته من الفنانة كريمة، وهي فاتنة المعادي عام 1960، وأنجب منها ابنته الصغرى إيمان عام 1961، وهي الزيجة التي استمرت معهم طوال حياته. كما كان فوزي على وشك أن يتزوج من الفنانة شادية، وعرض على والدها أن يعقد قرانه عليها في الوقت الذي كانت فيه الفنانة شادية مراهقة لا يتجاوز عمرها 17 فقط. قدمها الفنان محمد فوزي في فيلم العقل في أجازة، وكان والدها في ذلك الوقت يصطحبها أثناء ذهابها للتمثيل. وكان هناك مشهد في الفيلم لمحمد فوزي وهو يقبل الفنانة شادية، فاعترض والدها، فعرض عليه الفنان محمد فوزي أن يتزوجها، ولكنه رفض الفارق السن الكبير بينهما. لحن الفنان محمد فوزي للعديد من مطربي مصر في عصره مثل محمد عبد المطلب وليلى مراد وشقيقته هدى سلطان. كان الفنان محمد فوزي أول من أسس مصنع الصوانات في الشرق الأوسط، وكان يسخر كل إمكانياته من أجل الفن، وكان يتمتع بالذكاء في الإنتاج والتجارة. إلا أنه بعد ثورة يوليو تم تأميم المصنع، وعلى إثر هذا أصيب بمرض نادر وتدهورت حالته الصحية، وبدأت تظهر عليه أعراض المرض على هيئة ألم في الظهر وانخفاض ملحوظ في الوزن وقلة الحركة والشعور بالتعب وتحجر في البطن، وانخفض وزنه بشكل كبير وصل إلى 36 كيلو جرام. احتار الأطباء في مصر في تشخيص مرضه، واضطر للسفر إلى ألمانيا لتصدر المستشفى الألماني بيانا قالت فيه إنها لم تتوصل إلى معرفة مرضه الحقيقي ولا كيفية علاجه، وأنه خامس شخص على مستوى العالم يصيبه هذا المرض. ويقال أيضا أنهم هذا المرض سمي وقتها باسم مرض فوزي، لكن في النهاية تم تشخيص المرض بتليف الغشاء البروتيني الخلفي الذي كان علاجه المسكنات فقط. وصية محمد فوزي قبل وفاته: ومن شدة تعبه وشعوره بقرب وفاته كتب وصية قبل وفاته بساعات قليلة، كتبها بنفسه بكلمات مؤثرة قال فيها: إن الموت علينا حق، وإذا لم نمت اليوم سنموت غدا، وأحمد الله أني مؤمن بربي، فلا أخاف الموت الذي قد يريحني من هذه الآلام التي أعانيها، فقد أديت واجبي نحو بلدي، وكنت أتمنى أن أؤدي الكثير، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة البشر، والأعمار بيد الله لن يطيلها الطب، ولكني لجأت إلى العلاج حتى لا أكون مقصرا في حق نفسي وفي حق مستقبل أولادي الذين لا يزالون يطلبون العلم في القاهرة. تحياتي إلى كل إنسان أحبني ورفع يده إلى السماء من أجلي. تحياتي لكل طفل أسعدته ألحاني. تحياتي لبلدي، وأخيرا تحياتي لأولادي وأسرتي. ثم توفي الفنان في 20 أكتوبر عام 1966 عن عمر يناهز 48 عاما فقط، وقد تمت الصلاة عليه وعلى جثمانه 3 مرات. الأولى تم الصلاة عليه في مسجد عمر مكرم، والثانية في مسجد الحسين، والثالثة في مسجد الكحلاوي والبساتين حيث تم دفن الراحل هناك. رحم الله الفنان الجميل.